بالنسبة لينا هنا عمره ما بيكون في وضع ثابت، صعب جدا يكون ليك بروسيس ثابت. فانت قبل ما تبني لنفسك اي نظام لازم يبقى النظام ده متغير ومتأقلم مع الاحداث اللي بتحصل حواليه. بالنسبة ليا معنى كده ان انا يكون عندي نظام واضح وخدمات واضحة والنتيجة بتاعتها معروفة ومتوقعة. بمعنى اصح، تخيل ان انت مشيت وفي حد ادالك يجي يعمل الشغل، هياخد منه وقت قد ايه لحد ما يعرف البروسيس بتاعك ويعرف يطلع نفس النتيجة بتاعتك. كل ما كانت الفترة اللي هو محتاجها قليلة كل ما كان افضل. مثال بعيد شويه عن المجال المعماري بتاعنا وهو ستاربكس مثلا، انت لما بتروح اي مكان ستاربكس تقريبا بتحصل على نفس النتيجه، وده لان البروسيس بتاعهم او الخطوات اللي بيعملوها هي في كل مكان. اي حد ممكن عنده 15 سنه 18 سنه عايز يبدا يشتغل فيه، مجرد يوم في التاني هيعرف الحاجات بتتعمل ازاي وكل حاجه بتتعمل ازاي بتاعتها، وهيقدر يطلع عليك النتيجه بتاعت اي حد بيشتغل قبليه بفتره كبيره. بالنسبه للشغل اللي انا بعمله هو كاستم ريزيدنشال هاوسز، انت مش دايما بيتاح لك ان انت تتقابل مع العميل بشكل شخصي. كتير جدا من الخطوات بتحصل اونلاين، فمثلا التصميم سابق اتبعت لي عليه تعديل، فهنشوف التعديل بيحصل ازاي والتواصل بيحصل ازاي اونلاين. بعد ما بتخلص التعديلات بتحتاج ان انت تشرح اللي انت عملته، فبتقدم ملخص للتعديلات اللي اتبعتت سابقا ومقترح للتعديلات الحاليه والتصميم اللي انت عدلته بالفعل. وهنا بشتغل على برنامج الفوتوشوب مع جهاز الجرافيك تابلت، بستخدمه في اني اشرح التصميم بتاعي في صوره سكرين ريكورد. هو الافضل بالاخص ان انت من اول ما بتدخل من باب الشقه بيبقى على شمالك هي المنطقة دي، فانت عندك منطقة الإضاءة الأساسية بتاعتك في وقت النهار هي هنا، فانت الشكل ده عندك هو اللي بيكون أفضل. وده طبعا تبعية بمصدر الإضاءة الأساسي اللي هيبقى موجود، اللي احنا هنبقى عاملينه في السقف، هيبقى في المنطقة دي هنا. هيبقى في المنطقة دي بشكل ما، فاحنا عايزين نحافظ على مسارات الإضاءة والأماكن اللي الإضاءة متواجدة فيها بشكل كبير، إن هي تكون دي المصادر الأساسية بتاعتي سواء في النهار أو بالليل، عشان يبقوا الاتنين متوازين مع بعض. أما بالنسبة لجزء البار فاحنا ممكن مثلا في صورة تانية ممكن تكون هي الأوضح في حاجة زي كده. فمثلا جزء البار عندك هو اللي هيبقى عليه الفوكس الأكبر، بالأخص وانت لسه داخل من الشقة. يعني أول ما انت بتدخل الشقة اول حاجه بتشوفها قدامك هي جزء البار، لان هو ده الجزء اللي عليه الفوكس الاساسي. وحاجه زي دي انا مش بحب اعمل اديت كتير على الفيديو بتاعها، لان المفروض ان هي تبقى ريل تايم اكشن. انت اللي انت بتشرحه بالفعل في الوقت اللي انت بتعمله بالفعل بيتبعت زي ما هو بالظبط، وطبعا مع التصميم الجديد او التصميم بعد التعديل يعني.